البيت اللي قدامك ده مش مجرد بيت مهجور، ده بيت اتحكى عنه حكاية مرعبة تحول لحكاية الناس كل يوم بتتكلم عنها بطرق مختلفة. لو سمعت صوت بيناديك وانت ماشي جنب البيت ده، اوعى تلف وتبص على البيت. البيت موجود في قلب العاصمة السورية دمشق، في منطقة الجسر الأبيض، قدام البوابة الرئيسية لجامع الجسر الأبيض. أنا محمد عبد الواحد، وده برنامج فنجان رعب. بيت الأبرش بيت متكون من دورين، مهجور بقاله حوالي 30 سنة، وبقى علامة معروفة في المنطقة. واقف ساكت، بس حواليه غموض وحكايات بتتكرر كل يوم. بداية القصة ترجع لليوم اللي عيلة الأبرش اشترت فيه حتة أرض، والأرض دي كانت بجوار مقبرة قديمة، وقرروا يبنوا بيتهم هناك من غير ما يفكروا في تاريخ المكان ولا الأسرار اللي ممكن تكون مدفونة تحته. أكتر من 13 عامل ماتوا أثناء الشغل بطرق غريبة ومش طبيعية. واحد فجأة يقع من السلم، واحد يتزحلق ويقوم ميت من غير سبب. حوادث متكررة كأن في قوة خفية بتزقهم. غير كده كان البيت دايما بيحصل فيه خراب كأنه متعمد. عيلة الأبرش نقلت تعيش في البيت وما اهتمتش باللي حصل وقت البناء. أول ليلة ولا حد فيهم عرف ينام. البيت كان مليان أصوات غريبة وكوابيس تقيلة. تاني ليلة المية قطعت فجأة من غير سبب، وبعد كام يوم أهل المنطقة لاحظوا إن العيلة مش بتطلع من البيت خالص، لا شغل ولا مشاوير. فقلقوا ودخلوا يطمنوا. اللي شافوه جوه كان صدمة. كل الشبابيك مفتوحة والأبواب مفتوحة، بس البيت فاضي تماما. الست أفراد اختفوا كأن الأرض بلعتهم. هدومهم في أماكنها والورق الرسمي موجود، والفلوس ما اتلمستش، ولا أي حاجة اتاخدت من الشقة أو من البيت. الأغرب من كده إنهم لقوا مذكرات يومية لحد من العيلة، مكتوب فيها إن في اليوم الأول البيت كان مخيف، في اليوم التاني كان مضحك، أمي مش بتتكلم، أبويا بياكل حاجات غريبة، وأختي ماشية في البيت بتضحك، وأنا كمان هعمل زيهم. وبعد السطر ده الكتابة وقفت. الشرطة ما عرفتش تفسر إيه اللي حصل، لدرجة إن حكومة الانتداب الفرنسي وقتها بعتت محققين فرنسيين متخصصين، لكنهم فشلوا هم كمان إن يعرفوا إيه اللي حصل جوه البيت. البيت فضل مهجور لحد سنة 1992. في السنة دي فريق بحث روسي تابع للسفارة الروسية استأجر البيت. قعدوا يومين بس، وفي اليوم التاني واحد من الفريق انتحر، وانتحر جوه البيت. الخبر كان صادم، والسفارة أنهت وجودهم فورا. وسنة 1997 شخص حاول يسكن البيت مع مراته، لكنهم مشوا بعد فترة قصيرة. الزوجة قالت إنها شافت طيف أمها المتوفية من سنة جوه البيت. وسنة 2003 عيلة عراقية سكنت فيه، وطفلهم الصغير مات فجأة من غير سبب طبي واضح. بعدها معلمات من القماشلي قعدوا فيه، لكن جالهم صرع وأسنانهم بدأ تقع، واضطروا يسيبوا البيت. ومن ساعتها لا حد قدر يقرب من البيت أو يفكر حتى يشتريه. بقى علامة معروفة، والناس يا إما بتحكي عن اللي حصل، يا إما ترفض تدخل في تفاصيله. حتى الركن المقابل لمدخل جامع الجسر الأبيض بقى ملفت بسبب المبنى ده. الزاوية دي ظهرت في بداية فيلم قصير عمله شاب من دمشق اسمه الخروج أو الموت، وقالوا إن المشاهد المرعبة فيه مستوحاة من أحداث حقيقية حصلت جوه البيت ده، وإن الجن منعوا أي حد يعيش فيه. خادم الجامع أبو فهد قال إن تحت أرض البيت قبر ولي اسمه خالد الأبرش، وإن أهله لما بنوا البيت خلوا الصرف الصحي يعدي فوق قبره، وده أذى كل اللي سكنوا المكان. وحكى عن دكتور هرب من البيت بعد ما اتضرب جوه البيت دوت، وقال إن الأرض كانت مقبرة شهداء من أيام العثمانيين. وحد من الجيران أكد وجود الجن في البيت، وقال إنهم بيعاقبوا أي حد يسكت لأنهم اتآذوا من البشر.
بقى البيت مأوى ليهم، وفي ناس بتقول إن البيت معمول له عمل مرصود ومش معروف الجن من أي نوع. ومن الحاجات اللي الناس قالتها اللي سكنوا البيت قالوها إن النور كان دايما يولع ويطفي لوحده، وصاحب البيت كان بيشرب شاي ويلف يلاقي الكوباية فاضية، وأصوات تحركات وأرجل على السلالم. وناس كتيرة قالت إنها شافت أقزام الجن. وده فضل بيت الأبرش مقفول والحكايات حواليه ما بتخلص، وبقى واحد من أكتر البيوت رعبا في دمشق. وفي 2022 اتعمل فيلم اسمه بوابة الجسر الأبيض، مستوحى من غموض المكان. فهل اللي حصل ده خيال ولا في سر لسه مدفون جوه الجدران؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.